تخيل معايا تكون فنان كتغني في العراسات، وفي واحد النهار يجيك شي عرس مغري وتتفق مع الناس وتحضر العرس وتغني فيه، ولكن وانت كتغني تكتشف باللي الناس كاملين اللي كاينين في العرس حتى واحد فيهم ما بشر، بل هم جن مسيفين في صفه بشر. هادشي اللي غادي يوقع للفنانه الكويتيه نورة. بقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا الاحداث المرعبه اللي وقعوا ليها والفرقه ديالها. الفنانة نورة الكويتية المعروفة بالدقاقة تشهرات بواحد الدرجة كبيرة في منتصف التسعينيات، حيت كانت كتحيي بزاف ديال الأعراس داخل وخارج الكويت، حتى أنها غنات لأشهر العائلات في الوطن العربي، حيت كانت معروفة بصوتها اللي قوي وواعر بزاف وكان كيعجب الناس في ديك الوقت. وفي واحد النهار الدقاقة نورة تلقات واحد الاتصال هاتفي من واحد المرأة كتطلب منها باش تحيي لها واحد العرس في واحد الدار بمنطقة سميتها الصباحية، وحددت لها موعد نهار الخميس مع 10 الليل. ولكن الدقاقة نورة اعتذرت لها وقالت لها باللي انا في اجازه ما يمكنش لي نخدم. وهنا السيده بقات كتطلب فيها وكتلح عليها وغراتها بواحد المبلغ مالي اللي كبير بزاف حتى قبلات. هنا الفنانه نورة خبرات الفرقه ديالها وعلماتهم باللي تلقات واحد العرض اللي مغري بزاف وباللي غيحضروا ليه نهار الخميس مع 10 الليل. وبالفعل نهار العرس توجهت الفنانه والفرقه ديالها لدار العرس. مع وصلوا للدار كيلقاو بزاف ديال الطوموبيلات مستفين وبزاف ديال الدراري الصغار اللي كيلعبوا في الساحه الخارجيه ديال الدار. مع دخلات نورة والفرقه ديالها للدار كتلقى بلي الدنيا مضويه بزاف وفيها واحد لا ديكوراسيون اللي كتبين باللي ديك العائله لاباس عليها. مشاو للبلاصه اللي غادي يغنيو فيها، حطوا الماتيريال ديالهم، جات امه العريس هي وبناتها وسلمات عليهم وبدا الغنى. كلشي فرحان، كلشي ناشط، الفرقه مسخنه الطرح مزيان، كلشي كيغني، الاجواء حماسيه بزاف. من بعد ما سالاو الاغنيه الاولى وفتره الاستراحه، وحده من الفرقه دارت عند نورة وتقول لها فسلمتي على امه العريس وبناتها ما حسيتيش بواحد السخونيه؟ وجوههم وايديهم حرشين بحال فيهم الشوك. هنا نورة دارت راسها بحال ما شافت والو، بحال ما سمعت حتى شي حاجه، وقالت لها اكملي راه كيجيب لك الله. وهي في الداخل ديالها راه مخلوعه وباغا غير تكمل هذا العرس هذا. كتقول نورة باللي الماكله اللي كانت محطوطه في داك العرس ماشي ماكله ديال العرس، بل وليمه كبيره بزاف، وكتدل على ان هاد العائله لاباس عليها بزاف، وباللي العريس كان لابس واحد اللباس غريب ديال العصر العثماني، وباللي العروسه لابسه واحد لاغوب كحله وفيها واحد النقاط بيضين ومرصعه بالاحجار الكريمه. كملوا في الغنى ديالهم الاغنيه الثانيه الثالثه الرابعه وهما كيغنيو. وحده من الفرقه ديالها غتشوف واحد المنظر اللي كيخلع بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. شافت قدامها شي عيالات اللي كيشطحوا وكيركزوا بواحد الطريقه اللي غريبه بزاف، ولكن اللي غيصدمها هي فاش غتهبط عينيها وغيبانوا ليها باللي رجليهم ديال الحيوانات، الفوق ديال بنادم ولكن رجلين ديال الحيوانات. واللي هو متداول هو انه الجن واخا يتسيف في صفه البشر ما يقدرش يتسيف في صفه كامله، ضروري كيكونوا شي عيوب، يا ما كيكونوش عنده رجلين كاع، يا ما كيكونوش عنده الملامح، يا كيكونوا بحال هاد الحاله رجليهم ديال الحيوانات. هنا هاد البنت من قوه الصدمه ما تقدرش تبقى شاده في راسها وغادا تغيب وما تقدرش تكمل معاهم العرس. هنا غتجي واحده من الحضور كتجري عند نورة وغتقول لها ياك ما خاصكم شي حاجه، ياك ما نجيب للدريه تشرب؟ غتقول لها لا لا راه غا عيانه وبغات ترتاح شويه. هنا نورة غتمشي هي وداك البنت اللي غيبات لواحد البيت وغادا تقول لها ديك البنت واش شفتي اللي شفت؟ راه هادو راه ماشي بشر. نورة غادا تقول لها شوفي انا عارفه اللي كاين، عافاك غير صبري باش ما يديروا لنا والو، غنكملوا معاهم العرس بحال ما واقع والو، وغصبري وشدي في راسك حتى نكملوا الله يسر في هذا النهار هذا وصافي. رجعت نورة هي والبنت للبلاصه ديالهم، بداو كيغنيو وكملوا في الاغاني ديالهم، غير هو الصوت ديالهم فيه واحد الرعشه وغالب عليه الخوف. لهذا نورة لمحات الفرقه ديالها باش يعليوا الصوت ديالهم باش يغطيو على داك الرعب ديالهم. ولكن مع بدا كيقرب الفجر الفرقه بدات كتحس بواحد البروده اللي غريبه بزاف، وتادوك الحضور اللي كانوا قدامهم بداو كينقصوا وبداو كيغبروا، وفي واحد اللحظه الضوء تقطع كامل، الصوت مشى، الضوء مشى، كلشي مشى. هنا الفرقه اللي مع نورة بداو كيغوتوا مخلوعين، ولكن نورة بديك الشجاعه اللي عندها بقات جالسه ومثبته وبدات كتحاول تكارمل الفرقه ديالها وبدات كتحاول تثبتهم وكتقلب على المخرج باش يمشيو في حال. في الاخر فعلا غيلقاو الباب غاديين يخرجوا، اللي هزات شي حاجه في يدها راه هزاتها واللي بقات خلاوها في الدار وخرج. ومع غاديين يخرجوا غادي يوقف عليهم واحد الراجل كبير وغادي يقول لهم واش كنتو كديروا تما؟ نورة والفرقه ديالها ما غاديينش يعرفوا هذا السيد هذا واش بنادم ولا جن، واخا مخلوعين غادي يجاوبوه غيقولوا ليه بلي راه كنا كنغنيو في واحد العرس في هاد الدار هذه ويلا خرجنا. يقول لهم اين دار واين عرس؟ هاد الدار هذه راه مهجوره 10 سنين
هادي غيدوروا يشوفوا في الدار غيلقاوها باللي كامله مظلمه وباللي الحاله ديالها كتبين باللي فعلا الدار ما تسكناتش سنين هادي. وباش يقنعوه باللي فعلا راه كانوا كيغنيو في داك العرس غيدوروا غيبداو يقلبوا على شي اثار اللي كتبين باللي فعلا راه كان شي عرس تما، واخا غير اثار ديال دوك الطوموبيلات اللي كانوا واقفين ولا دوك الحضور ولا دوك الدراري الصغار اللي كانوا كيلعبوا، ولكن غيتصدموا ما غيلقاو حتى شي حاجه. هنا غيتاكدوا من الهضره ديال داك السيد وغادي يمشيو في حالهم ما مخلوعين. تماك غيتاكدوا فعلا باللي راهم كانوا كيحيوا واحد العرس ديال الجن. من مورا هاد الواقعه قالوا باللي الفنانه نورا اعتزلت الغناء، ما بقاتش كاع كتغني في حتى شي عرس. الجن المخلوقات اللي مذكورين في القران، فعلا الانس ما كيقدرش يشوف الجن على الهيئه الحقيقيه ديالو، ولكن كيقدر يشوفه ومتلبس في شي شكل من الاشكال، ولهذا نطلب من الله السلام. القصه ديالنا سالات. الا كعجبكم هذا النوع من القصص ديروا لايك وديروا اشتراك، فعلوا الجرس. السلام عليكم.